ورحمة الله وبركاته. معاك أخوكم سعد الحمراوي. اوعى تنسى الشعار، صلى على النبي، صلى على المصطفى، صلى على حبيبنا، خد حسنات واديني حسنات، والأرزاق على الله. أول حاجة معاك أخوكم سعد الحمراوي، صياد وتاجر سمك. فبفضل من ربنا المعلومات اللي أنا هقولها لكم مفيش حد في العالم هيقولها لك غير العبد لله. يعني جمعت بين صيادة السمك والتجارة بتاعت السمك. أول حاجة إحنا هنتكلموا عن نوع من السمك اللي هو في مصر كله فيه 3 أنواع 80% من الشعب المصري بيستهلكهم. أول حاجة البلطي. الشعب المصري بيستهلك 40% بلطي، و25% بوري، و15% سردين، وال20% التانيين كل انواع السمك. فاحنا هنتكلموا النهارده على السمك البوري. هديك معلومات واصناف وانواع عن سمك البوري مش هتسمعها الا من العبد لله بس. السمك البوري دوت 7 اصناف. اصفر ودن اهو، في نقطة الصفراء دوت بيتسمى اصفر ودن، هليلي، ذهباية، في كل مناطق مصر. النوع الثاني شلون، جبايش، ابو شفه، اللي هو بصوا الشفه بتاعته كبيره وليه بطن. النوعين دول بالذات اهم، الاصفر ودن والشلون او ابو شفه او الذهبايه اهوت. النوعين دول ما بيعيشوش الا بحر، ما لهمش دعوه الا بحر، ما بيعيشوش ولا مزارع. وهقول لك انا ليه ما بيعيشوش مزارع. بحر مفتوح، ميه مالحه، ما بيعيش في ميه عذبه كمان. تاني نوع القباره. الناس بتقول القباره دي مش من البوري، لا القباره دي من البوري وصنف من البوري وحلوه في الاكل. وديت هقول لك ليه بتتربى في المزارع. الصنف الثالث البوري الحر او ابو شلون. البوري الحر او الجعبوب او الخنصر او ابو عين ازاز، وهشرحها لك حالا. ادي 4 انواع: اصفر ودن، شلون، طباره، بوري حر، السهليه. السهليه ام البوري، نوع من البوري. سادس حاجه الجرام، نوع من البوري ما بيكبرش عن كده. السابع اسمه بني، بيعيش في الميه العذبه وده شبه انقرض، فاني ما عرفتش اتحصل عليه. وهقول لك الفرق ما بين كله، هو انضف انواع في الاكل. وهقول لك ليه النوعين دول الاصفر ودني دوت والشلون ما بيعيش ولا مزارع ولا ميه عذبه. وهقول لك ليه كل المزارع بتستخدم القباره والبوري الحر في المزرعه. والسهليه برضك في منها مزرعه وفي منها بحر. هنتكلموا اول حاجه على الاصفر ودن والشلون، اللي هم دول بحر صافي تشوفهم في اي حته هتعرفوا. اللي هو نقطه صفرا ده انضف نوع وما بيعيش الا في بحر. والنوع الثاني الشلون او ابو شفه، دول عاوزين بحر مفتوح، وحتى لو هم جربوهم يتحبسوا مزرعه عاوز ميه مالحه. ثالث حاجه العلف بتاعهم ما بينتجش في اللحم ياما، يعني هو بتاع المزرعه لو ربى الصنفين دول هيخسر، ان هم عاوزين علف ياما وما بينتجش لحم. ثالث حاجه المضاد الحيوي يموتهم. خد معلومات من اخوك مفيش حد هيقولها لك، اخوك ما خلاش حرفه في البحر
ولا صيد صناره ولا شبك، ولفيت بفضل من ربنا في كل موانئ مصر وبره مصر. فدول مش هيعيشوا الا في ميه مالحه، عاوزين علف ياما عشان يربي لحم، فهيخسر مع اللي هو بيربيه، ياخد مضاد حيوي يموت. خلاص. النوع الثالث القباره. الناس تقول لك لا القباره دي مش من البوري، لا ده القباره ديت من البوري وحلوه في اكلها. وانا من رايي تاني نوع في الاكل في السمونيه بعد الاصفر ودن. خد بالك طبعا انا هتكلم على السهليه عشان السهليه دي ليها ايه مميزات خاصه بس في اخر الفيديو. ديت حلوه في الاكل بس في المزارع ديت والبوري ليها ميزات ان هي تتربى في المزارع. ميزاتها اول حاجه ان هي عندها تاقلم، تعيش في ميه عذبه، ميه مالحه، ميه صرف صحي، ميه كل انواع التلوث تقدر هي تتاقلم معاه. تاني حاجه ان النوعين دول من العلف بيرموا لحم ياما، يديهم علف يرمي مع المزرعه لحم ياما، وتتقبل المضاد الحيوي عشان الامراض. ولو انتوا عاوزين اضرار المزارع قولوا لي في التعليقات، وانا هقول لكم على اضرار المزارع والبلطي والبوري ومزارع البحر كمان. النوع الخامس هتكلم على جران قبل السهليه، اللي هو ده الجران البوري الصغير ما بيكبرش، وده قليل فيعني وفي اكله على قده، على قده خالص. السهليه دي اسمن سمكه في البحر، طعمها جميل، ولما بطرخها على حجم صغرها دي بيبقى حلو، وطعمها فوق الخرافه. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. هو والاصفر ودن دول يعني حاجه سبحان الله في الاكل والطعم. بس في منها مزارع. خلاص احنا كدهوت اتكلمنا على ايه كله. هنتكلموا على حاجه جديده خالص. بور البحر تاخده لازم تنضف وتفتح انت بطنه. ليه؟ لان هو واكل، بيرعى وبياكل، فهو يخزن اكل بطنه. فانت عشان تفتح انت بطنه. بور المزارع لا، بيبقى سمين، بيبقى علف، بيبقى لحم طري وعلف، وانضف انواع فيهم الاصفر على الاطلاق. تشوفوا في اي حته تعرفوا ان هو بحر، ومفيش يعني الدهنه بتاعته من جوه صفرا، يعني هو اصفر ودن والدهنه بتاعته صفرا. اللون اللي هو ده لحمه جلس جامد، عامل زي انسان بيلعب كمال اجسام وانسان قاعد بياكل او يشرب. فده لما انت تيجي تاكله هتلاقيه جلس. واي سمكه تاكلها سمينه ولحمها ملهلط دي مزارع. لو البياع يحلف لك على ده ايه باللزق. ولو عاوزين تعرفوا فيديو، انزل لكم فيديو على اي نوع سمك ولا على انواع المزارع، ايه اللي بيتربى في المزارع وايه اللي ما بيترباش في المزارع، وايه الفرق ما بين سمك المزارع وسمك البحر، وايه الفرق ما بين بوري البحر وبوري المزارع. عرفنا ان دول ما بيعيشوش الا في البحر، لان دول لو عاشوا في مزرعه يخسروا صاحب المزرعه. ده اول حاجه. تاني حاجه عاوزين ميه مالحه، يعني انت لازم يبقى مزرعتك جنب البحر، ودي عمليه صعبه خالص. ماشي. ما بيتقبلش المضاد الحيوي النوعين دول بالذات. الثلاث انواع دول بيعيشوا في مزارع. الكبارة، البوري الحر، البوري الحر. بص يبقى فيه ازاز. اعرفك بين الفروق دلوقتي. الفروق
الاصفر ودن نقطه. الجبايش او الشلون او ابو شفه بشفه وليه كرش، شفه وليه كرش. الكبارة ابوزها مدبب، عينيها صغيره. بوري البوري البحر، نوع البوري دوت او الجعبوب او الخنصر حوالين منه ازاز. لحمه بيبقى فيه لحم، لان كمان في الفسيخ ده احسن نوع لان هو بيرمي لحم. عشان كده البوري ده بيبقى غالي عن الكبارة. الطبارة ما فيهاش لحم زي البوري. السهلية بتبقى صغيرة وسمينة، باينة ان هي سهلية. الجرام بيبقى مسلول رفيع، وده أرض أنواع البوري. وإن شاء الله هقول لكم على كل حاجة، وشوفوا انتوا عاوزين أي نوع سمك وأنا متخصص في كل أنواع السمك بفضل من الله، وبالذات أسماك البحر المتوسط. وهعمل لكم فيديوهات، تابعوني وانشر عشان تعرف الناس وتستفيدوا. مفيش حد يغشك، مفيش حد يستغلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الصلاة على النبي، الصلاة على النبي يا مكسبي. السلام عليكم.